السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا هعمل أكلة غريبة جدا، دقتها عند ناس وقلت لازم أعملها، والحمد لله مع شرح الفيديو هنمشي عليه ونشوف الأكلة دي بتتعمل إزاي. بسيطة جدا، يعني أكلة جميلة جدا والله العظيم. فيلا بينا على شرح الفيديو. وقبل ما نروح على شرح الفيديو أنا عايزة لايك، عايزة اشتراك، عايزة تفعيل الجرس، عايزاكم معايا على طول. يلا بينا يلا بينا. عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا رب؟ كده تكونوا بخير، ونكون كده العيد كده عدى كده وكلكم سعداء يا رب ان شاء الله. امين. النهارده انا هعمل فيها ايه؟ انا هعمل النهارده حاجه يعني كلتها وعجبتني، فانا قلت انا هاجي اجربها هنا بس كميه قليله، مش هعمل كتير عشان لو طلعت وحشه ابقى انا كده ايه اتعلمت برضه. لو طلعت حلوه ابقى انا المره الجايه ايه اكبر المقادير بتاعتها. هنا حضرت الخضره، وهنا الثوم، وهنا الطماطم دي هعمل فيها محشي ني في ني، محشي كرنب. انما المحشي التاني ده هثبت له وهنعمله مع بعض، بس مش هقول لكم محشي ايه دلوقتي الا لما تشوفوني وانا بعمله. يعني حاجه انا اكلتها بصراحه وعجبتني جدا. فالاول هنعمل نخدع البصله زي ما احنا شايفين كده. طبعا انا بحمر البصله اهي. طبعا معايا كيس المكرونه بس مش هستعمله كله عشان لو فشلت ما ازعلش، ولو طلعت كويسه اعمل كيسين مش كيس واحد. طبعا هنا بنخدع ايه البصله، نحمرها شويه على الثوم اهي. احنا هنا كأني بعمل محشي بالظبط، اللي هو المحشي ايه الني في ني، او محشي اللي هو اللي انا يعني مثلا لما بكون عايزه محشي ساعات بعمله ني في ني، وساعات بخدله. ده لازم طبعا، يعني ده وده. فانا النهارده لا، انا هعمل محشي الكرنب ده هعمله ني في ني، وهعمل دي يعني لازم اخدل لها، لازم ايه احمر لها ايه البصله. هنحط لها الطماطم اهي. انا مش هعمل كميه كبيره عشان ايه انا قلت ان انا اجرب. وهسيبها تتسبك. طبعا هنا حطيت لها الكمون والفلفل زي ما احنا شايفين. بنحط ايه تاني؟ هنحط لها الخضره بتاعتها اهي. بسم الله ما شاء الله على الريحه. انا عايزاها ايه تتسبك. طبعا زي ما احنا شايفين كده حطيت لها معلقتين كمان صلصه. المكرونه انا مش عايزه المكرونه تستوى طبعا، عايزه اعملها زي الرز بالظبط، وهرفع عليها. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. زي ما احنا شايفين كده انا مش عايزاكي تسوي المكرونه، لا انا والله يعني هي تتاكل والله كده من غير المحشي وكده يعني. طبعا ما بنحط المكرونه كده وبناخدها لفه بس مع الحباش اللي هو الخضره والبهارات بتاعتها عادي، والثوم عادي، ولو عندك مثلا 7 بهارات حطي. مرق الدجاج عايزه تحطها عليها حطي، ما بتقولش لا، كانك بتعملي محشي. هنا بقى انا هعمل ايه محشي ني في ني. يعني كان عندي كرنبايه كده وكنت عيناها في الدير فريزر، فانا قلت ايه اعملها علشان ايه لو ده باظ يبقى ده موجود. فانا قلت ايه اطلعها كده زي ما احنا شايفين. وبعدين هنا بقى ايه انا هحشي المكرونه دي في الفلفل الاخضر. طبعا جبته، طبعا ينفع فلفل اخضر، ينفع برنجان اللي هو البرنجان الاسود، ينفع اي حاجه ما بيقولش لا، وبتبقى جميله جدا. يعني كلتها والله يعني عند قرايبي اعجبت بها جدا والله العظيم، جميله. يعني قلت لا انا هعملها في البيت. فانا قلت انا هعمل ايه يعني كميه قليله، مش هعمل كميه كبيره علشان ايه اشوف كده ايه انا فلحت فيها ولا لا، وهنمشي مع بعض ايه خطوه خطوه. طبعا زي ما احنا شايفين كده بسم الله ما شاء الله عبيتها كلها بالمكرونه الخلطه الجميله. وانا مش هقول قد ايه الريحه بتاعتها عايزه تتاكل كده من قبل ما اسويها. بسم الله ما شاء الله عليها. هنعمل ايه؟ جبت حله هنا، يعني حله صغيره كده، عملت فيها نقطه زيت اهي، يعني فيها زيت اهي. وهعمل ايه بقى فيها؟ هنوقفها. انا اصلا بحب اوقف لما بيكون برنجان او فلفل، بحب اوقفه، ما بحبش ايه ان يكون الفلفلايه نايمه، لا هوقفها. طبعا كده احنا بحب ان انا ايه اعملها كده على الواقف زي ما احنا شايفين كده.
بتبقى اولا يعني سواء كانت محشيه رز او مكرونه عمرها ما تنزل ابدا، تبقى تحت كده، لا بتبقى ثابته. الكميه اللي انت حطها ما بتنزلش منها اي حاجه في الارض دي، في ارضيه الحله. فكده انا بقى عندك شوربه، اي شوربه، ما فيش شوربه اعملي ماركه الدجاج عليها، وهنمشي مع بعض خطوه خطوه. بس انا مش هحطها على النار دلوقتي الا لما بخلص محشي الكرنب، هحطهم الاتنين مع بعض، يعني دي على عين وده على عين. فهنشتغل الاول في محشي الكرنب كده. طبعا كان عندي كرنبايه زي ما انا قلت لكم، وعندها في الديب فريزر والله من قبل العيد، قلت اطلعها اطلعها النهارده ونعملها. فطبعا انا بحب اعملها لما بكون مثلا هلفها في نفس اليوم، يعني خدي منها ني في ني، والله العظيم بتبقى جميله جدا يعني. انما لما بكون مثلا هلف من بالليل سوري وهعينها في الثلاجه، لا دي بعمل لها تسبيكه على طول. انما في نفس اليوم لا، انا بعملها، احب اعملها ني في ني. وهنمشي مع بعض كده. يعني الكرنب اولا ما تعينهوش يعني مسلوق جدا، لا خليها نص سلقه زي ما احنا شايفين كده. الورقه بسم الله ما شاء الله ماسكه نفسها، لما بتكون نص سلقه بتبقى جميله جدا. فيلا نعمل مع بعض احلى محشي. طبعا عملنا حله خلاص الفلفل بالمكرونه. طبعا هنا الكرنب اهو بسم الله ما شاء الله عليه، علشان انا بعمل يا دوبك بس بشممه النار وبطلعه، لانك هتعينيه في الديب فريزر مش هتستعمليه على طول. نفس الطريقه بتاعتي تبقى جميله جدا، بتشمميه النار وبعد كده بتقومي تعينيه في الديب فريزر، يعني بيبقى جميل جدا. وبتطلعيه زي ما احنا شايفين كده المحشي، زي ما احنا شايفين كده. انا عملت اول طبقه بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بتبقى الورقه والله ما طلعت اي ورق متقطع قدامي زي ما احنا شايفين اهو، مفيش اي ورق متقطع قدامي. ليه؟ لان انا عاملاه النص سلقه يا دوبك شممت بس النار ورحت مطلعاه. بيبقى جميل جدا يعني، ما بطلعش منه هرد كتير، لا الورقه متماسكه. وبعدين انا بقطعه يعني يا دوبك بس بطلعه جاهز، يعني على الجاهز للحشو على طول، لان بيتقطع طبعا حسب الطول اللي انت عايزاه بتاعت المحشيه، فبتقطعيها زي ما احنا شايفين كده بسم الله ما شاء الله. انا لا بعمله لا كبير او ولا صغير، معتاد حسب ما ماما علمتنا ازاي نعمل الورقه. في ناس طبعا بيعملوا الصباع صغير جدا 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 جدا، لا احنا من بيت شبع وبنحب نعمله في الحجم ده، هو مش كبير يعني بس بيبقى جميل جدا. بتقدري تمسكيه بتقدري تاكليه، فبيبقى جميل جدا. هنا طبعا الخلطه هنا انا بعمل على قد الكميه بتاعت الكرنب الخلطه. هنا بنحط مثلا البهارات 7 بركات اللي هي 7 بهارات، ال7 بهارات. بنحط فابريكا لو انت عايزه. بحط الكمون والفلفل عندي دول اساسي. وبجيب مثلا قرن فلفل من اللي انا خدته للمكرونه بطحنه مع الطماطم في الكبه، بتبقى برده الريحه بتبقى جباره، لان انا مش هدخل له فلفل بقى المره دي، خلاص انا عملتها بالمكرونه زي ما احنا شايفين. فبجيب يعني حبايه فلفل وبقوم طحناها في الكبه مع المكرونه مع الطماطم، فبتبقى الريحه انا مش هقول عليها الريحه بتبقى عامله ازاي بسم الله ما شاء الله. طبعا بنحط معلقه الثوم، معلقه كمون، معلقه فلفل، وزي ما احنا شايفين كده اللهم صل على النبي. وهخلص كده وهوريكم احلى محشي ني في ني. والاساسي بتاعي هو محشي الفلفل بالمكرونه، اللهم صل على النبي. انا كلتها مش عايزه اقول لكم يعني قمه الجمال وانا باكلها، يعني عند الناس اللي انا كنت رايحه لهم زياره بسم الله ما شاء الله. عجبتني جدا، وانا لما حاجه بتعجبني بحب ان انا انفذها حتى لو في كميه صغيره، بس المهم ان انا بحب انفذها. وهخلص بس كده الحشو ده وهوريكم. وطبعا انا كان عندي شوربه، سواء انت عندك شوربه لحمه شوربه فراخ، انا عندي شوربه بط كانت متعانه، فانا قلت انا اسقي بيها المكرونه بالفلفل وهسقي بيها المحشي عشان بتطلع جميله جدا وبيطلع الطعم. ما عندكيش نقوم نعمل بقى، نجيب مرقه الدجاج وبنعملها بتديكي نفس الطعم، بس مفيش احلى من الحاجه اللي هي الطبيعيه اللي هي الشوربه. طبعا دي حاجه بتبقى قيمه جدا وبتخلي طبعا ريحه يعني طعم المحشي حاجه تانية. انما قليل قوي لما بدخل اكلي في اللي هو مرقه الدجاج ما بحبش استعملها. فلا انا بحب ان انا المحشي مش هعمل جنبه يعني
لحمه او فراخ، فبكون عاينه ليه الشوربه دي بحب ان انا استعملها، ما برميهاش، لا بعملها في الدير فريزر. محشي، صينيه كوسه، اي حاجه بكون محتاجه ان انا عايزه فيها الشوربه بطلعها على طول. فبسم الله ما شاء الله بتبقى جميله جدا. طبعا احنا هنكمل بقيه الحشو اهو، هنكمله وبعد كده هوريكم احلى محشي من احلى مطبخ الفن الشعبي، مطبخ اللي هو الفن الطبيخ الشعبي. انا بعمل كل حاجه شعبيه، يعني اي حاجه شعبيه هتلاقيها عندي. بعمل اي حاجه، بصاره، عدس، اي حاجه شعبيه انا بحبها، واي حاجه جديده برضو انا بحب اعملها، برضو بحب انفذها برضو. ويلا بينا هنكمل بقيه المحشي. زي ما احنا شايفين كده المحشي. طبعا الورق ده احلى من المحشي 1000 مره، بس اهم حاجه يكون ورق كراسه نظيفه او كشكول نظيف، ما يكونش ورق جراد او اي حاجه. الورق ده بدل ما بنرمي بقيه الرز اللي بيفيض من المحشيات بنقوم حاطينه فيها، اقسم بالله بيطلع احلى من المحشي عن تجربه، وفي كل محشي انا بعمله على فكره، فبيبقى جميل جدا. طبعا هنا زي ما احنا خلصنا هنا كده، وهنا بقى طبعا عندي الشوربه اهي، دي شوربه بطه، فكنت عيناها في الدير فريزر، فولعت عليها البوتاجاز لغايه ما تغلي، وهنسقي بيها احلى المحشي، وهنسقي بيها الفلفل بالمكرونه. طبعا يعني انا كلته، انا مش هقول عليه يعني ده عن تجربه، كلته اقسم بالله. فانا قلت لازم اعملها في البيت وادوقها لاسرتي. انما بقى الورق ده كانت ماما هي اللي معلمانا عليه، كانت اما تيجي واحنا صغيرين كانت تعمله لنا، وكنا بنفرح بيه عن المحشي بكتير جدا. فطلعت ان انا اعمله طبعا لبيتي ولاسرتي والاطفالي، بيحبوه جدا وبيسيبوا المحشي وبياكلوه، هو جميل جدا والله العظيم عن تجربه. لان انا في كل نرمي الخلطه او نعملها في حله صغيره، لا انا بجيب كراسه نظيفه كده وبقوم حاطه فيها يعني زي ما احنا شايفين كده هون، وهم يعني طالعين بتوع 4 ورقات بس. ده انا كنت بعمل مالي الحله من على الوش والله. بس النهارده الرز ما فاتش كتير، فقلت لا انا هستغلهم واعملهم كده، وهنسقي مع بعض المحشي ونشوف هنعمل ايه. طبعا الشوربه سخنتها طبعا كده، حطينا الشوربه ولازم ترجي الحله كده بحيث انها تشرب من تحت كلها، الشوربه تنزل لتحت، وهنغطي عليها. طبعا لسه ما حطيتش لا زيت ولا اي حاجه فيها. الحاجات دي لما بتشرب كده بعلي عليها النار، لازم تعلي عليها النار جامد. وطبعا هنا حطيت برده على المكرونه برده شوربه زي ما احنا شايفين، وعليت النار عليها، وهنغطي الحله لغايه لما تشرب. بعد كده هنقوم نعمل لها قديح الزيت بتاعت ماما، يعني عايزه انت تقدحي بالسمنه اعملي، بس احنا بنحبه بزيت الذره عامه يعني. هنا طبعا هولع برده عليه وهوريه لكم اما اجي اقدح له كده ونخلصه، اقوم موريه لكم احلى محشي من احلى مطبخ شعبي. وبكده يا حبايب قلبي شايفين المنظر المحشي عامل ازاي، وشايفين لما انا قلت لكم الورق ده لازم يتعمل بالمنظر دون. شايفين بيبقى مفلفل، وبيبقى والله العظيم احلى من المحشي، يعني بيبقى الفلفله بتاعته كانت امنا هي اللي معودانا عليه انها تعمله. ومعانا هنا بقى برضو احلى صباع محشي بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. تعال نشوف بقى الاكله الاساسيه بتاعتنا. الله 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 الله، ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي. انا مش هقول لكم والله جميل انها عامله ازاي وريحتها عامله ازاي، جميله جدا. شايفين عامله ازاي، والمكرونه مستويه ولا هي معجنه ولا اي حاجه. الله، ايه ده، ايه ده، شايفين ايه ده، ايه الجمال ده، الله الله الله، ايه الجمال ده. جربيها، انا كنت خايفه قوي لحسن ان انا افشل فيها. المره الجايه انا هعمل كميه اكبر من الكميه دي يعني. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. واشوفكم ان شاء الله كده في فيديو اخر من مطبخنا الشعبي. الى اللقاء.